مرحبا صبايا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. واخيرا رجعت للفيديو اللي كنت صار لي فترة طويلة عم استناه، واللي هو الكورنر كافيه او ركن القهوة. بعد ما وصلت لكم مدينة وطبقناها وركبناها، بس للأسف كنت مريضة كتير فما حسنت ابدا اني صور الفيديو. وشفتوا كمان بالفيديو اللي قبل كيف زبطنا هذا الديكور اللي على الحيط. هلا هون ضل عندي ركب رف الرفوف هون بهالقرن الفاضية، ونسق الكورنر كافيه او نسق مكان القهوة. هلا انا اخترت هدول الرفوف لحتى احطهم بهذا المكان، بس لحد الان ما بعرف كيف رح طبقهم او كيف الموديل اللي لازم نسقهم فيه. ف خليكم معي بالفيديو لنشوف كيف رح يتركبوا معنا. يلا خلينا نبلش. وهيك طلع الشكل النهائي للرفوف بعد التركيب. هلأ ضل بس نفرض أغراض ركن القهوة ونشوف كيف رح يطلع بالآخير. أعطونا رأيكم صبايا بالرفوف، كيف لقيتوهم؟ حلوين ولا بغيرهم؟ ما بعرف، أنا حسيتهم مناسبين، يعني أنسب من هيك ما بظن إني لاقي. وخلونا نبلش. أول قطعة رح أفردها هي مشان أحط عليها ماكينة القهوة، وحط بقلبها أغراض الماكينة، القهوة والحليب والسكر. بس هلا هي هيك شكلها على العلبة مثل ما على العلبة، بس أنا عملت عليها شوية تغييرات، مو شوي يعني أنا غيرتها، بس مالي يعني ما كتير حبيتها، فرح فرجيكم إياها وأنتوا عطوني رأيكم بالتعليقات إذا حلوة ولا رجعها مثل هي. هي اللي غيرت شكلها، ما بعرف أنا كتير مترددة فيها، فلهيك عطوني رأيكم إذا حلوة أو لا. بتفتحيها هي الدرج من قلبه. خلونا نكمل وبالأخير بنقرر إذا بنخليها هيك. هو صبايا هاد التلزيق اللي عليها، فمشان هيك بحسن ارجع قيمه وبترجع مثل على الصورة، ما بيأثر عليها شي. وهي القطعة الثانية اللي حأفردها هي ماكينة القهوة. هلا أنا بحب القهوة العربية، فمشان هيك يعني مالي كتير من عشاق ماكينات القهوة وهيك، فبتوقع اني اجيب ركوة خصوصي لهالمكان هاد، لانه يعني بدون القهوة العربية ما حيمشي الحال، بس انه هي كتغيير يعني. وهي صبايا الشكل النهائي لركن القهوة. لهون اخترت هاي الرفوف، حبيتها كتير ولقيتها هيك عملية معي بأغلبية الأوقات، مو بس للفناجين يعني. وحطيت عليها الفناجين اللي بحب أشرب فيها أكتر شي، واللي مناسبة مع ركن القهوة كمان. هاي الصينية كمان بستعملها أنا بأغلبية الأوقات وقت نشرب بالعطا القهوة أو شي هيك على رواق. فحطيت عليها هدول التنتين الشمعات، كمان ألوانهم مناسبة مع ركن القهوة. معالق ذهبيات هدول ست، بس أنا استخدمت حاليا بس القطع الصغيرة اللي بستخدمها بمكان القهوة. ومثل ما شفتوا معي السكر المكعبات
هون شوية ديكورات. وهي هلا بهذا المطربان او بهي العلبة لسه ما حطيت اي شي، لساتها فاضية. بس لسه ما بعرف الماكينة كمان شو بتعتز، يعني شو ممكن تحتاج لحتى احسن اعمل نوع القهوة الخاص فيها. لهيك رح اتركها فاضية من هون لاعرف بس شو نوع القهوة الخاص فيها. وهيك كان الشكل النهائي، بتمنى يكون عجبكم. هلا بالنسبة لقلب الكومودينا انا رح احط فيها طقومة الفناجين القهوة والكاسات الشاي وهالقصص، هي اللي بستخدمها بس وقت يجيني ضيوف. وهذا الشكل النهائي لركن القهوة. ما بعرف كيف انتو لقيتوه، بس انا حسيته كتير رايق ومو معجوق ابدا، وانا هذا اللي بحبه وهذا اللي بدي اياه بصراحة. هلا ناطرة طلبية شي ان لشوية قصص كمان لركن القهوة. مجرد انه وصلوا الاغراض كمان رح صور لكم اياهم كيف طلعوا على الواقع. مشان الصندوق المحطوط تحت ماكينة القهوة كتير ضروري صبايا تعطوني رأيكم بالتعليقات، بقيمه ولا بخليه او برجعه مثل ما كان، مثل ما فرجيتكم الصور اول الفيديو على العلبة. اعطوني رأيكم صبايا. هذا كان فيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم الفيديو. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. باي باي.